ازيكم عاملين ايه؟ معلش انا بقالي بتاع 4 أو 5 ايام ما صورتش، بس والله كنت مشغول جدا. بس اوعدكم ان في الفلوج دوت انا هعوضكم، لان انا ده مش هيبقى فلوج عادي. انا دلوقتي مسافر ورايح برلين، وهقضي فيها 3 ايام بحالهم. يعني كل برلين هزورها وهفرجكم على كل حاجه فيها. وزي المره اللي فاتت تقريبا الفسحه كلها عربي في عربي، مش محتاجين اللغه الالمانيه في حاجه. دلوقتي الاتوبيس بتاعنا ولا القطر بتاعنا هيطلع كمان 9 دقايق بالظبط، وانا بدور على بقيه الشباب مش لاقيهم، شكلهم ركبوا قطر غلط. القطر طلع اهوت. احنا عباره عن 5 شباب قاطعين التذكره بتاعت الشعب اللي هي ما فيهاش قطارات سريعه وبتاع. فهنوصل برلين ده اذا وصلنا يعني على الساعه 12 بالليل ولا حاجه. احنا نزلنا دلوقتي من اول تحويله، يعني تبديل القطر. قدامنا كمان بتاع ربع ساعه كده عبال ما القطر اللي وراه يجي. فبالمناسبه ديت انا عايز اكلمكم شويه او اوصل لكم معلومات عن النظام هنا بتاع القطارات في المانيا وكده. دلوقتي احنا اخدنا التذكره الموفره اللي هي بتركبك في المانيا كلها ال5 تنفار، علشان ميزانيه الجامعه لا تسمح باكتر من كده وبتاع. المهم في المانيا نوعين من القطوره. النوع الاول اللي هو الريجيو او اللي هو مش طوالي، بيبقى ايه مسافاته محدوده ومثلا ايه جوه الولايه ده اخره. وفي القطارات اللي هي بقى ايه ممكن قطر ياخد المانيا كلها بالطول، دي بتبقى غاليه شويه واريح وكل حاجه، فاحنا ما اخدناش. فاحنا اخدنا الحاجات اللي هي الريجيو. فلازم نعمل ايه ان احنا كل شويه ناخد قطر لحد اخر المسافه بتاعته او المسافه معينه، وبعد كده نحول وناخد القطر اللي وراه. الموضوع دوت موفر بس متعب لينا، وبيخلينا مثلا لو الرحله هتاخد 3 ساعات تاخد 5 ساعات ونص، تاخد ممكن 6 ساعات. المفيد بقى في الموضوع كمان انك انت ممكن تخطط بابلكيشن بسيط اسمه DB نافيجيتور، انك انت تعرف انت مثلا هتروح برلين بالقطوره الريجيو ديت، فهو يديك خطه على طول التحويلات والتوصيلات وكل حاجه، ويديك كمان من كل تحويله وتحويله وقت كافي انك تنزل وتغير، ممكن كمان تشتري اكل من المحطه. ف ابلكيشن لطيف جدا. بس مش معنى كده ان هي دايما يعني بيرفكت، ساعات بتبقى في تاخيرات، في حادثه حصلت، في عاصفه. انا حصلت معايا قبل كده عاصفه في الموضوع دوت. قعدت في القطر بتاع 6 ساعات عبال ما اتصرفوا وجابوا لنا اتوبيس وبتاع، فكان يوم جميل يعني. فما فيش حاجه دايما بيرفكت، بس برضو في نظام وهم بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يظبطوا النظام دوت. ولي شو قد شي بيخوف يا زلمه. تخيل الملائكه عم بتشوفنا، قاعد عم بصور يعني. ذكرت الحاله هي، عرفت ان الملائكه عم بتسجل كل شيء. انت وين رايح اليوم؟ يا مؤمن يا اخوي مؤمن. عم بتسجل ولا ما عم بتسجل؟ كل حدا عم بيسجل، كل شيء مصور، كل شيء مغير، الحشره كله مسكور. 5 قطارات 4 ومشتايجن، 5 ساعات مواصلات، و5 مرات كورت سالتن. عارف لو السرير مش مريح عبد الله هيقتلنا. لا وصلنا اخبار بتعرف شك كل واحد سرير مريح. انا سمعت كل 8 بغرفه وقالوا لي كل 8 في غرفه، سرير منيح. مش مشكله، المهم السرير مريح. احنا شباب كده مع بعضينا يعني. Wie viele Frauen haben wir? نعم اخويا، Wie viele Frauen haben wir in unserer Gruppe? Also احنا مش محتاجين نتكلم بالالماني وانا ايش فرشتي كاين دويتش، بس كده على الدغري. اوكي ماشي، عشان في مصريين بيتفرجوا على الحاجات دي بيطلعوا القطط الفطسانه في الكلام، فما تحاولش تتكلم الماني كتير عشان هيطلعوا لك القطط الفطسانه، وتلاقيهم هم افشل منك يعني. هم مش شاطرين، بس هم عايشين عشان يقولوا لك انت غلط في كده. اصلا كمان في الانجليش لو انت الاكسنت بتاعتك في الانجليش بطيخ Das ist mir völlig egal. Das ist mir völlig egal. Ich mache viele Probleme. بعدين مش يقول لك انت في اللقطه الدقيقه 51 قلت الكلمه ديك اللي هي تبعت الاكسبيرينس نطقتها غلط، فلازم تنطقها صح. هي بتتقال كيف؟ على فكره هذول الناس عندهم عقده. اللي بيصلحوا احنا معقدين. لا اللي بيصلحوا هيك وهن لسه عم بيتعلموا لغه عندهم عقده، بيكون ما يعرف تتنقص، ولكن
انت اصلا بتتعلم اللغه مش كموتر شبراخ، انت بتتعلمها بالضبط. شبراخ خلاص. اطفال انا فمش مشكله انك تغلط، الفكره انك بتتكلم وخلاص. حاولت كتير مع ناس، بس ناس كتير مش ضروري تتكلمها بطريقه مش موضوع. كمان في ناس بتكسف، في ناس بتبقى مكسوفه وعندها القدره ان هي تتكلم عادي بس تبقى خايفه من النقد. صح. النقد. انا هذا ما بيهمني، يعني انه حدا ينقدني او هيك بحكي مثل ما قلت. في عندنا طلاب عندهم يعني ما بهمهم اكثر الانسه، بتصلح لهم الكلمه ما بيرجعوا بيعيدوها بيكملوا بس ما بيقولوا. في بقى ناس تانية بتعوج لسانها قصد قصاد الكاميرا عشان تبين نفسها ان هي فاهمه. دي برضه سكه تانية. ما هو برضه يعني ايه خد وهات في اسكت الموضوع. في السكك يا اخويا. في السكك ماشي. زيه دلوقتي لما يتكلم مصري يعني بيعوي ما لسانه. تحاولش يعني، انت أنا بعرف- مهما تتكلم مصري بعرف هيبان انك بحد- انت مش مصري. بحاره المكسرين تعرفها؟ انا بعرف بحاره المكسرين مكسحين. والمكسحين، وبس ايمية في حاره السقايين. هذا مضايقها هي لما شيل بتجي- الاسم. بيع ميه في حق السقين. يمين. يمين. هو دي بنهوف؟ واخيرا بعد معاناة 5 ساعات، مع ان الرحلة ما تستاهلش اصلا ان احنا نمشي 5 ساعات في المواصلات كل ده. عارف انت المحطة هنا؟ المحطة ديت المهندس اللي عملها مهندس مصري اسمه هاني عازر. دي حاجة تدعو للفخر يعني. هو ما بناش فيها، بس هو اللي صممها وكذا مستوى وبتاع. دلوقتي انتوا عايزين احنا المفروض نطلع فوق ونطلع على بتاع الكوبري اللي هناك ده. مش عايز يجي. طيب بص بيشد الاسانسير اهو. هلا افتح الباب، هلا افتح الباب. يلا بينا بص يسيع من الحبايب 100. زرار كتير. في زراير كتير. بص كام دور. بص كام دور. اردشوش. خلينا في الارج شو. احنا شكلنا كده اصلا في الارج شو. لا احنا تحت منورين يا رجاله. في وجودك هو بص الدنيا منوره ازاي. هو احنا كنا اونتن؟ هو احنا كنا اونتن؟ احنا جينا من تحت هنا. الطريق منين؟ جوتا فراجه. اوس جانج اهو مكتوب هناك. اوس جانج بعيد قوي اهو. بس من الشارع. انت علي؟ زين عمال يقول نطلع بس الشارع، طلعوني الشارع. وبعد ما نطلع الشارع يعني وصلت يعني حتعمل ايه؟ الو. اهلين. اهلا. السلام عليكم. انت كنت نايم صح؟ ايه اللي جابك هنا؟ ورانا يعني. اطلع بره، اطلع بره يا عم. غير بقى. غيرت اهو. انا دلوقتي مش هقدر اصور اكتر من كده لان خلاص محتاجه ان انا انام بعد رحله 5 ساعات. وغير كده في واحد مشغل لنا سكه الاموات ولا لو لعبت يا زهر. وبكره الفطار الساعه 6:30 كده ولا حاجه. وانا مش عايز افوت فطار في اوبن بوفيه كده والواحد ياكل براحته كده لان اليوم هيبقى بكره طويل فلازم نستعد له. وانا لو ما شحنتش الكاميرا ديت البطاريه بتاعت الكاميرا ممكن يقتلوني لان برضو محتاجين ان انا اصور لهم كل اليوم. فاشوفكم بكره بقى. يلا تصبحوا على خير. آدم سمعتها كل الحارة، انتوا الأحبة وإلكم الصدارة.